السوشيال ميديا مدمرة، دمرت أجيال وما زالت بتدمر ولسه هتدمر. في الفيديو ده أنا يمكن هقول كلام صعب، بس الكلام ده كنتوا لازم تسمعوه. السوشيال ميديا أثرت على أفكارنا بشكل كبير جدا، مش بس أثرت على أفكارنا ولكن أثرت على قيمنا ومبادئنا ويمكن ديننا. كنا زمان بنقول على الحرام حرام والعيب عيب، لكن دلوقتي احنا مش بنقول الكلام ده. دايما نظرتنا بتتقارن ما هم عملوا ما هم سووا، وده بسبب التشجيع والتطبيل الكتير على حاجات غلط بتحصل مجرد ان هي بتتصور وبتتنشر على السوشيال ميديا والناس بتتفاعل معاها. كمان الاسس والمعايير اللي احنا كنا اتربينا عليها زمان اختلفت تماما. تعال اديك مثال بسيط. زمان كنت عشان تجيب شاب تساله قول له ايه مواصفات البنت اللي نفسك تتجوزها، كان هيقول لك انها تبقى متدينه، تبقى اخلاق، تراعي ربنا فيه، وتكون متعلمه عشان تعلم ولاد. دلوقتي المعايير دي انتصرت تماما. دلوقتي الشاب بيدور على الجميله، على الحلوه، على الملفته. فوكس الأكبر بقى على الشكل والمظهر. ولما كنت تيجي تسأل البنت كانت بترد بنفس الإجابة مع اختلاف حاجات بسيطة كده. لكن دلوقتي لازم يكون عنده دقن، لازم يكون عنده شعر، لازم يكون عنده عروق، لازم يكون عنده تفاحة آدم. كل ده قبل السوشيال ميديا ما كانش موجود وما كانش حد يعرف عنه حاجة. وجهة نظري الشخصية، السوشيال ميديا مش مدمرة ولا حاجة. في ناس بيعرفوا يستخدموها صح ويوظفوها صح، يتعلموا منها ويساعدوا بيها ناس. في ناس بتستخدمها غلط، وانا مش هقول بيستخدموها غلط ازاي. السكينة بتقطع خيار وبتقطع طماطم، بس ممكن تموت بيها إنسان. البارود لما اكتشفوه كان في الأصل والأساس عشان يفجروا بيه المناجم عشان يطلعوا ثروات الأرض، لكن الناس ابتدوا يستغلوه غلط ويموتوا بيه بعض. العيب عمره ما كان في الشيء، العيب في مستخدم الشيء.